السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله نحضروا الخميره البلديه اللي ضروريه، هي اول التحضيرات اللي كنحضر قبل رمضان. كنحضرها الحريره اللي كتجي حريره رائعه وما كضرش في المعده. الناس اللي عندهم المعده او المصران فما كضرش، واخا ياكلوا حتى 3 او 4 الزلايف. اول حاجه هنحتاجو في الخميره البلديه هو الطحين ديال القمح، يكون بالنخاله ديالو اي طحين عندكم. وهنحتاجو التمر هيكون تمره او لا جوج، ولا تقدروا ديروا الشريحه او اللوز. فكيبقى لكم الاختيار، ضروري شي حاجه حلوه باش كتخمر لينا ديك الخميره ديالنا البلديه. كنخلطوا بالماء دافي، وكنخلطوا اما بالخشب اما بيدينا، وما نستعملوش الادوات ديال الميكا نهائيا في الخميره البلديه. ما مزيانش الميكا في الخميره، ضروري الجاج او لا الطين. يعني الا كانت شي انيه ديال الطين ماشي مشكل، ولا القصعه. فاش كنعجنو صافي هنديرو ديك التمر ديالنا، تمره اولا جوج فكافيين. كنخلطوا العجينه، ضروري تكون شويه جاريه ما تكونش قاصحه بزاف. وكنديرو في اناء اللي يكون كبير. من الاحسن انا كندير اناء كبير، وكندير غير شويه فيه الخميره باش كتخمر وما كيبقاش ليها الفرصه فين تفيض. يعني الا فاضت راه كتكون عرضه للناموس، كيتكجكج عليها الناموس بزاف. فمن الاحسن يكون اناء كبير بحال هكا. من بعد يومين هانتوما كتشوفوا الخميره ديالي وجدات، كتجي روعه، كتجي خامره وناجحه 100% بهذه الطريقه هذه. كنستعملوها اهم حاجه الحريره اللي كتجي رائعه. الحريره بلا خميره بلديه اللي ما دقاش راه ما عمره ما دق الحريره. كتجي صحيه بزاف، وكنستعملوها حتى في المخمرات او لا في اي حاجه بغينا نديروها فيها الخميره، فكنحتاجوها فيها حتى في الخبز ديال البيتزا. ملي كنبغيو البنات نستعملوها، راه حنا كنخويوها مثلا في القصعه فينا نعجنوا الخبز اذا كنا نعجنوا الخبز، او لا انا ندير فيها دابا مثلا خبيزات ديال بيتزا او شي حاجه. المهم كنخويوها في الاناء، كنخويوها كامله. هذه هي الخميره اللي كنحتاجوها بزاف في الحريره. ضروري في الحريره البنات كنستعملوها. كنزيدوا غير الماء وكنصفيوها من ديك النخاله اللي فيها. ديك التمرات اللي بقاو لينا هنايا راه حنا كنحيدوهم، وكنديروا لها الماء الا كنا نديروها الحريره، وكنصفيوها في الصفايه باش كنحيدوا النخاله وكندوروا بها الحريره. هذا الباقي اللي كيبقى لينا في الاناء ما كنغسلوش، هو اللي كنربيو فيه الخميره ديالنا، وهو اللي كيخمر لينا الخميره الجديده اللي غنديرو. يعني كنخليو الاناء مطلي هكا بالخميره، وكنضيفوا فيه عجينه جديده اللي غنعجنوها نيت بالقمح. وما نديرو لا تمر لا والو، التمر كدرناه في المره الاولى فقط باش كنربيو الخميره. هذه هي الخميره ديالنا البلديه، وهذا هو الاناء. صافي نعجن عجينه اخرى، يعني بالقمح نيت الطحين ديال القمح، وغنديروا فيه الماء دافي حتى كنعجنوه، وكنضيفوه في ديك الاناء اللي كيكون فيه شويه ديال الخميره القديمه. يعني هكا باش كتربى الخميره ضروري كنخليو شي شويه باش كتبقى لينا الخميره دائما كتخمر لينا وكتبقى قديمه. يعني كل ما قدامت الخميره راها مزيانه. الخميره القديمه راه ماشي هي الخميره الجديده، كل ما قدامت كتولي حلوه وكتولي لذيذه بزاف. فنتمنى تجربوها حتى نتوما هاد الخميره، ديروها في داركم راه مزيانه بزاف، وكتصلح بزاف للناس اللي مرات كيف ما قلت لكم بالمعده او لا بالمصران. طريقه سهله والنتيجه راها ناجحه 100%. نتمنى تجربوها، ونتمنى تدعموني بلي لايك ديالكم. وشكرا لكم البنات بزاف على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله اللي نوريكم بزاف الطريقه كيفاش نستعملوا الخميره البلديه في الوصفات ديالنا. يعني نقدروا نديروا بها المخمر، نقدروا نديروا بها البيتزا، اي حاجه فيها الخميره اللي كتعجن بالخميره فكنعوضوها بالخميره البلديه. فماشي ضروري فقط غير الحريره. هذه هي الوصفه ديالنا ديال اليوم اللي نتمنى تعجبكم ونتمنى تجربوها. شكرا البنات بزاف على المتابعه، ونتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.